الناس ما تصوروش الخطوره، ما تصوروش الخطوره انه يديروا هنا معامل ديال السلاح، وانهم يفرضوا على المغرب يخرج قانون ديال حمل السلاح للحمايه الشخصيه. صوت عليه البرلمان، سقطوا لي الخبر، لا ما كاينش اللي كيهضر على هادشي. خرج هذه بضعه شهور قانون يسمح بحمل السلاح لاي شخص. تنسولوا الوزير الداخليه شكون هذا؟ قال لك المغاربه. قلت لي حنا المغاربه ولينا مغارب اليوم. هذا الشيء خطير جدا، هذا الشيء اللي قالته نبيله انا والله ما كنت عارفه، ولكن مشيت قلبت لقيت فعلا كاين قانون ديال شروط حيازه الاسلحه الناريه بالمغرب يدخل حيز التنفيذ. شو راه واقع؟ اسرائيل مفهوم الارض ماشي ديالهم، من الطبيعي جدا انهم يهزوا السلاح، لان حركه المقاومه ما غاديش تخليهم ينعسوا على خاطرهم. ولكن في المغرب اش من علاقه ما بين كل مواطن من حقه يشري سلاح؟ فين غادي نوصلوا؟ فين غادي نوصلوا؟ واش كاين شي مخطط ديال ربما خلق نزاعات داخليه، ربما حروب اهليه داخل الوطن، ولا شنو؟ فهذه هي النتيجه ديال التطبيع مع اسرائيل. اسرائيل دمرت دوك الدول، غادي تقلبوا تما غتلقاو سوريا، العراق، اليمن، السودان، الازمه اللي كاينه في مصر، كلشي. علاش؟ لان كل ما كانت الازمه في المنطقه ككل كل ما هي عاشت مزيان، ماشي هي اللي تكون هي النشازوه فقط، لا خص كلشي يكون مدمر باش حتى الا بغاو يتعاونوا عليهم ما يقدروش. فيمكن بغاو يوصلونا حتى حنايا. انا كنتمنى يكونوا مكاتب ديال المحامين يتبعوا، لان شفنا قضايا فساد. السيد فرق الملاير وحكمت المحكمه بسنه سجن غير نافذه 10,000 درهم غرامه، كذا تشجيع على الجريمه والسرقه. والسيد ضرب 20 مليار وتقول لي تحكم عليه 10,000 درهم غرامه؟ كيف يعقل؟ ولهذا حنا خصنا نطالبوا هذا في هذا الجهه استرداد الاموال والممتلكات وتستثمر في الجهه، وتشوفوا الجهه كيفاش غادي تطلع. ما يمكنش تابعوا هذا الشيء، لأنه ما يمكنش نصبروا على الأمنيات وعلى الفساد أن يحكمنا. كتلقى واحد مشفر ما نعرف شحال ديال المليار، كتجي المحكمه كتقول له عندك عام ولا عام موقوف التنفيذ غير سورسي، وعندك نقولوا كاع 100,000 درهم ديال تخلص غرامه. كتجي له مزيانه، بنادم كيدير عمليه حسابيه كيقول انا غنشفر 100 مليار وغادي نخلص مليون ولا 10 ديال المليون ونمشي كاع نفوت 5 سنين ديال الحبس. احسن مشروع هو هذا ولا لا؟ كاين بزاف ديال الناس ملي كيشوفوا بحال هاد الاحكام القضائيه كيتشجعوا، اللي ماشي مجرم كتشجعوا على الاجرام، كيمشي كيدير الاجرام كذا كيقول هكا، وفي التالي كيعيش مفطح. فالدوله ولا المحكمه منين كتحاسب بحال هاد الناس هادو، اول حكم خصها ديرو هي المصادره ديال الاملاك ديالو. وكما قالت نبيله منيب وقلتها البارح، هضرنا عليها البارح في البث المباشر، دوك الفلوس اللي كيصادروها تعطى لديك الجهه، بحال واحد بحال شي جهه ديال الشق مثلا تشد فيها شي واحد عنده الملاير وكذا، جابهم من المخدرات ولا جابهم من الاختلاس ولا جاب المتهم بريء حتى تثبت ادانته، صافي باش نتفاهموا. فدوك الفلوس الحكم ملي غيولي نهائي يتصرفوا على الجهه، يتعطاو لدوك الناس هكا، وكونوا على يقين بلي ان بلادنا غادي تزيد سنوات الى الامام. تخيلوا معايا جاب واحد السيد راه تا هو في الحبس، جابوه برلماني سرق جهه بكاملها لعشرات السنين، وجايبينو لاش؟ ماشي باش يدفعوه يترأس لجنه التشريع في البرلمان. قلت لهم نتوما تسولتوا على هذا؟ هبطي قالوا لي لا حنا اوني بيت ديسيبليني، اللي قالها لنا الحزب ديالنا الشفاره الكبار كنديروها. تخيلوا كتلقى واحد فاسد، كتلقى واحد معروف باللي انه كيدير واحد الحاجه واخا الملف ديالو ما كاينش امام القضاء. مثلا بحال هاد الناس هادو اللي تورطوا مع اسكوبار الصحراء، كانوا باين شنو كيديروا، باين من كتجي الحسابات البنكيه ديالهم كتلقى عندهم الفلوس مالاي، يعني في 10 سنين ولا في 15 عام كينتقل من البرويطه للطياره، باين باللي ان هاد السيد هذا جايب الفلوس من شي جهه معينه. الدوله عارفه باللي ان هاد السيد هذا عليه علامات الاستفهام، ان لم اقل انها يعني كتكون متاكده من النشاط اللي كيديرو، يعني كتكون عارفه شنو كيدير، جميع الامور عارفاها. راه عندهم يقدروا يتصنتوا لك الاتصالات، يقدروا اي حاجه يديروها، يعني الدوله عارفه. فعلاش بالضبط الدوله كتسمح لهاد الناس هادو انهم يتسيدوا المشهد السياسي؟ هنا في المغرب كاين جوج ديال
لسفير فضاءات. كاين مجال ديال السلطه الملكيه اللي هي كما كيتصورها وكما كيبغيها الملك، وهو انه يتخذ جميع القرارات الاساسيه في الداخل والخارج. وكاين حداه واحد الفضاء فيه الاحزاب والنقابات والانتخابات والاعلام الى اخره. هذا الفضاء كيشتغل كيعطي واحد الصوره ديال التعدديه وديال الايجابيه من هذه الناحيه، ولكن ملي كيشتغل ما خصوش يشتغل بحريه كما في الانظمه الديمقراطيه، مخافه ان يؤدي هذا الاشتغال الى تكوين واحد التصور، واحد التكتل، واحد القوه عندها تصور مخالف لهذا التصور ويتحداها السلطه ديال المركز. اذا فلهذا كتلقاو الداخليه حاضره في الانتخابات، حاضره في تاسيس الاحزاب، حاضره في الاعلام، حاضره كل شيء. اذا هذه الفكره هذه باش نوضحوها واحد بشكل بسيط جدا. الفساد الانتشار ديالو في المغرب السبب ديالو هو انه كيعطيك الولاء. الفاسد او الناخب الفاسد ما يمكنش ينتقد صناع القرار في المغرب. هذا الفاسد هذا كيبقى دائما تحت الصباط. داكشي علاش من المصلحه ديال داك الفضاء اللي هضر عليه النويضي، فضاء صناع القرار، انهم يخليو دائما النخب اللي كيكونوا في المشهد واللي كيسيدوا المشهد السياسي يكونوا فاسدين. علاش؟ هذاك الفاسد عندي عليه بحال كيلويلو يدو، ما يمكنش يتبنى مواقف افكار معارضه للمواقف ديال النظام السياسي ولا المواقف ديال صناع القرار. فعلى سبيل المثال الا كانت الدوله مشات في التطبيع، ما يمكنش غادي يجي غيقول لها لا ما خصكش تطبعي وكذا. الا كان الحزب ديالو الموقف ديالو مثلا ضد التطبيع، ما يمكنش يقولها. علاش؟ لانه فاسد. اون فوا غيتجر على النظام السياسي، على صناع القرار في المغرب، يقولوا لا ما ديرش هذه، لا هذا الموقف هذا ديال الدوله ماشي صحيح، خصها تراجعوا. غادي تجي الدوله غادي تحاسب معاه، غادي، لان هذا السيد هذا اللي فاسد يسهل التعامل معه. ولكن لو كانت النخبه السياسيه صالحه غير فاسده، ما عندهاش ملفات امام القضاء، يعني السيره ديالها نظيفه، الكلش ديالها ما فيهاش العشينه، غادي يلقى معها مشكل، او غادي يلقاو معها مشكل صناع القرار في المغرب. نهار اللي غيتعلق الامر بشي قضيه معينه فيها املاءات وكذا، غادي يجيو يقولوا لا ما خصهاش تدار. هادشي الفساد محتاج استراتيجيه شامله وكامله. حنايا ديالنا شي واحد كيبزر بزاف كيقدوه، حيت هادو عاقوا بهم في الخارج وما العمر ما غادي يحكوا. واش ما عارفينش هاد السيد هذا امي وكيتاجر في المخدرات ومعاه ريزو ضد الاخلاق، وانه المشكله كيقول لك راه الفساد يكلف الدوله من 5 حتى 10% من الناتج الداخلي. كتعرفوا الناتج الداخلي الخام ديال المغرب 28 مليار ديال الدولار، 10%. انا كنقول كيكلف 90%. علاش؟ لان هاد الناس اللي جاونا ماشي يقتلوا هاد الجهه بكاملها، ماشي يقتلوا هاد الجهه بكاملها، كيبنيو يجي الدكتور يدير لهم الملاسه وهو ما كيعرفش يشد الملاسه حيت هو الفلوس، وديك الفلوس واحد مسؤول. احنا عندنا اقوى المخابرات في العالم، من بين الاقوى على الاطلاق. هادشي اللي كنقراوه في الجرائد. اذا من غير المقبول انه تجي تقول لي الدوله ما كانتش عارفه هادشي. الدوله كانت عارفه هادشي، كانت عارفه بلي انهم كيشتغلوا كذا وكذا. اذا علاش سمحت لهم؟ داكشي علاش كنقول لكم بلي انه من مصلحه جهه معينه ان النخب السياسيه في المغرب تكون فاسده، وبلا ما تقول لي لا كذا كذا. ما يمكنش ما يكونوش عارفين. حنا عارفين، هما ما عارفينش. ما يمكنش. كما ناقشت معكم ذاك النهار قلت لكم كتلقى دوك الناس اللي كيتاجروا في المخدرات، كتلقى الشعب كيعرف فين راهم، البوليس ما عارفينش فين راهم. واش زعما البوليس ما عارفينش ولا ما باغيينش يمشيو من تما؟ واش كاين شي ولا بهذه المنطقه هذا يمكن كاينه شي جهه معينه من المصلحه ديالها انها تروج المخدرات في واحد المنطقه معينه؟ علاش؟ باش دوك الناس يدوخوا وكذا، ما يهضروش على حقهم وما يكونوش منتجين وكذا. المعادن الموجوده نقصوها، الخريطه كبروها. عرفوا الثروات الباطنيه اللي كاينه هنا؟ وجا تيشتكي واحد الاستاذ محترم اللي هو كيجيب لوتوريزاسيون بوغ اكسبلوتو كيحبسوه. لا ماشي انت اللي غادي تكسبلوت، نجيبو صحابنا، حيت حنا خصنا نعلفوا المعلوف. ما خصناش حنايا نعطيو امكانيه ونديرو امكانيه ديال نماذج يخدموا فيها الشباب والشابات ويخرجوا على هنا. من هذا الجهه اللي كنت جيت في 2016 هنايا تلاقيت شباب كيقولوا لي سمح، حنا عندنا مشاريع، ها 35 مشروع نقدروا نخدموا 50,000 70,000 شباب هنايا. كنمشيو نطبقوا باب الوالي
شباب العام لا كاين، شباب المنتخبين حديث ولا حرج. وفين غادي نمشيو حنايا؟ شكون اللي مستعمرنا؟ احنا مستعمرين من قبل الجهلاء والفاسدين. هذا هو المشكل. ولهذا هذه المناسبه يجب المطالبه باستراتيجيه وطنيه شامله لمحاربه الفساد، وانه يتحمى المبلغ عن الفساد. نقطة مهمة جدا ديال أنه يجب حماية المبلغ عن الفساد. راه ماشي غادي تمشي دير واحد شكاية بواحد الفاسد معين وفي التالي تصدق انت اللي ماشي للحبس. راه شحال من واحد كيمشي كيشكي بشي واحد اللي عنده نفوذ، راه عندهم نفوذ. راه ملي كتقول فاسد كيكون واحد رئيس جهة ولا رئيس مجلس إقليمي ولا مسؤول معين، كتجي كترفع به شكاية، راه انت اللي غيهزوك السي محمد. فين غادي؟ الدولة يجب أن تحمي المبلغ عن الفساد. إذا كانت هناك استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، فهذاك اللي كيقدم الشكاية خصو الحماية.